بيبدأ الفيلم مع ساشا وجوزها تومي وهم بيتسلقوا الجبل، وفجأة الطقس بيتغير وبتنزل عليهم كتل من الجليد، ووقتها تومي بيفقد توازنه وبيتخبط في الصخور وبيغمى عليه، ولكن ساشا بتمسك الحبل وبتنقذه من الموت في آخر لحظة، وللأسف ما بتقدرش تمسك الحبل أكتر من كده، والحبل بيفلت منها وبيقع تومي من فوق الارتفاع ده وبيموت. فبتنهار ساشا بسبب اللي حصل وبتفضل متعلقة بالحبال وسط الجبل لوحدها. وبعد 5 شهور بنعرف ان ساشا سافرت استراليا، وهناك بتدخل مكتب لرحلات التخييم في الغابة، وساعتها بيجي الموظف وبيحذرها ان هي تطلع الرحلة دي لوحدها، وبيقول لها ان في ناس كتير اختفوا في الغابة وما رجعوش، ولكن ساشا بتتجاهل كلامه وبتديله بياناتها، وبعدها بتسيبه وبتروح البنزينة، وهناك بتدخل السوبر ماركت علشان تشتري شوية حاجات ليها اثناء الرحلة. ووقتها بيحاول 2 من سكان المنطقة انهم يضايقوها، ولكن بيجي واحد اسمه بن وبيخليهم يبعدوا عنها، وبعدها بيعتذر لساشا عن اللي حصل، فبتشكره ساشا وبتركب العربية وبتراجع الطريق للغابة على الخريطة، ولكنها بتلاقي صعوبة في ان هي تعرف الطريق كويس، وبالصدفة بتلمح بن جنبها في عربيته، فبتنده عليه وبتطلب منه يساعدها، فبيوصف لها الطريق على الخريطة وبيعرفها تمشي منين، ولكنه بيحذرها ان الرحلة دي طويلة ومليانة بالمخاطر، وبيعرفها ان محدش بيغامر وبيطلع الرحلة دي لوحده، خصوصا لما يكون غريب عن المنطقة ومش عارف اماكنها كويس. ولكن ساشا بتشكره وبترفض ان هي تكمل كلام معاه وبتسيبه وبتمشي، وبتفضل ماشية جوه الغابة لحد ما بتقف جنب النهر، وبتقرر ان هي تبات الليلة دي هنا وتاني يوم تكمل رحلتها. ولكن فجأة بتلاقي الاتنين اللي قابلتهم في السوبر ماركت جايين بعربياتهم علشان يباتوا في المكان ده هم كمان، وبيكونوا وقتها مصطادين غزلان وبيجهزوا نفسهم علشان يشووها وياكلوها. واول ما ساشا بتعرف كده بتقرر ان هي تسيب لهم المكان وتمشي، ولكن واحد منهم بيقرب منها وبيطمنها ان مفيش حد فيهم هيضايقها، فبتصدق ساشا كلامه وبتبات جوه العربية طول الليل. وتاني يوم بتنزل القارب بتاعها من فوق العربية وبتحط فيه كل الحاجات اللي هتحتاجها، وبعدها بتركب القارب وبتمشي بيه وسط النهر. وبيظهر وقتها ان ساشا عندها مهارات عالية جدا في التجديف، وده لان هي بتفضل تجدف وسط تيار المية اللي بيشدها ناحية الصخور، ولكنها بتقدر تتفادى الصخور دي بكل مهارة. وبيظهر ان هي مستمتعة بالمغامرة دي ومبسوطة جدا بيها. وفجأة بتلاقي نفسها قدام مكان هادي ومليان بصور ومتعلقات الاشخاص اللي اختفوا وسط الغابة، فبتتأثر بالمنظر اللي بتشوفه قدامها وبتقرر ان هي تخيم في المكان ده. وتاني يوم بتصحى جوه الخيمة بتاعتها على صوت غريب حواليها، ولما بتخرج من الخيمة بتكتشف ان هدومها وشنطتها اتسرقوا، فبتقرر ان هي تلم الخيمة وتمشي من المكان ده فورا، ولكنها بتترعب لما بتلاقي تعبان جوه الخيمة، فبتصرخ من كتر الخضة وبتبعد عن الخيمة بسرعة. وبعدها بتسيب الخيمة في مكانها وبتاخد القارب وبتعدي للناحية التانية من النهر، وبتكمل في طريقها لحد ما بتوصل عند كوخ مصنوع من فروع الشجر، وبالصدفة بيكون صاحب الكوخ ده هو بن اللي هي قابلته في السوبر ماركت، فبيرحب بيها بن وبيقول لها ان هو بيجي للغابة مرتين كل اسبوع. واول ما بتعرفوا ان حاجتها اتسرقت بيقول لها ان ده شيء عادي وبيحصل كتير، وبعدها بيصمم ان هو يعزمها على الفطار وبيحضر لها الاكل بنفسه. واثناء ما هما بيتكلموا بن بيقول لها ان هو معجب بجرأتها وشجاعتها، خصوصا لما واجهت الصيادين لما قابلوها عند النهر بالليل. وهنا ساشا بتتصدم من كلامه لان ده معناه ان هو كان بيراقبها، فبتقلق منه وبتقرر ان هي تسيب المكان وتمشي فورا، ولكن بن بيوقفها وبيدخل جوه الكوخ علشان يجيب حاجة منه، وبعدها بيطلع لها شنطتها وبيرميها على الارض، وبيخرج وهو ماسك بندقية سهام وبيصوبها ناحيتها، وفي ايده التانية بيكون ماسك تليفونها اللي هو سرقه الليلة اللي فاتت. وفجأة ملامح بن بتتغير وبيقول لها ان هما هيلعبوا سوا لعبة الصياد والفريسة، وبيعرفها ان هي قدامها 10 ثواني علشان تاخد شنطتها وتجري وسط الغابة، وبيقول لها كمان ان هي تحاول تهرب منه بأقصى سرعة، وده لانه هيدور عليها وهيموتها. ومن غير ما ساشا تضيع وقت بتاخد شنطتها وبتطلع تجري بسرعة وبتركب القارب وبتجدف بكل قوتها علشان تهرب منه، ولكن ساشا بتكون متوترة وخايفة وده بيخليها تفقد توازنها، وساعتها بتقع بالقارب وراسها بتتخبط في صخرة تحت المية، وبعدها بتفقد القارب بتاعها وتيار المية بيسحبه بعيد عنها. فبتعوم ساشا بسرعة لحد ما بتقدر ان هي تطلع من النهر، وبعدها بتجري وسط الادغال بسرعة علشان تخرج من الغابة. فجأة بتسمع صوت ناس بيتكلموا في مكان قريب منها،
منها، فبتمشي ورا مصدر الصوت وهي عندها أمل إن الناس دول يساعدوها، ولكنها بتتصدم لما بتكتشف إن كل ده عبارة عن فيديو بيكون شغال على تليفون محطوط فوق الصخور. فبتفهم إن بين قريب منها وبيراقبها، وقبل ما تتحرك من مكانها بينضرب عليها سهم وبيجي في الشجرة اللي جنبها. وفي اللحظة دي بيظهر بين من فوق الصخور وبيبص لها بنظرات كلها سخرية، ولكن ساشا بتتحرك بسرعة وبتهرب منه. فبيجري بين وراها وبيقدر إن هو يصيبها بسهم في رجلها، وساعتها بتقع ساشا من فوق منحدر عالي جدا وبتنزل في النهر. فبتعوم بسرعة لحد ما بتوصل لمكان هادي بين جبلين وبتطلع من المية، ولحسن الحظ إن إصابتها بتكون خفيفة. وبعدها بتدور جوه شنطتها على أي حاجة ينفع تستخدمها علشان تدافع عن نفسها، وللأسف ما بيكونش معاها غير رذاذ الفلفل. فبتحطه في الشنطة وبتلبس الشنطة على كتفها، وبعدها بتنطلق جوه الغابة علشان تدور على مخرج من المصيبة دي. وبتستغل ساشا مهارتها في التسلق، وبتقدر إن هي تتسلق الصخور اللي قدامها لحد ما بتوصل لقمة الجبل. ووقتها بتبص حواليها وبتلاقي نفسها وسط غابة كبيرة جدا وملهاش نهاية، ومع ذلك ساشا ما بتفقدش الأمل وبتنزل من فوق الجبل وبتبص بالمنظار ناحية النهر. وساعتها بتشوف قدامها القارب بتاع بن، فبتقرر إن هي توصل للقارب ده علشان تهرب بيه من الغابة. وفجأة بتلاحظ إن في حركة بين الأشجار، ولما بتركز أكتر بتشوف بن وهو بيتحرك في طريقه ناحيتها، فبتتخض وبتستخبى منه بسرعة. ولما بترجع تبص تاني بتلاقيه باصص لها وهو بيبتسم، فبتخاف منه وبتهرب من المكان ده بسرعة. وبتقرر إن هي تستخبى بين الصخور علشان بن ما يعرفش يوصل لها. وفجأة بيجي بن وبيقف فوق الصخرة اللي هي مستخبية تحت منها، ولحسن الحظ إن هو ما بيشوفهاش وبيسيب المكان وبيمشي. فبتطلع ساشا من تحت الصخرة وبتحاول إن هي تلاقي طريقة علشان توصل للقارب، وبتفضل تجري وسط الأشجار وبين الصخور لحد ما بتقف في مكان معين وبتبص من المنظار اللي معاها. وساعتها بتشوف بن وهو بيعوم في النهر جنب القارب، فبتنزل في المية وبتعوم بهدوء شديد جدا. وبعدها بتغطس تحت المية وبتطلع تحت القارب بالظبط، وبتحاول إن هي تفك الحبل بتاع القارب علشان تاخده وتهرب، ولكن رجلها بتقع في فخ حديد بيكون عامله بن جنب القارب علشان محدش يسرقه. والفخ ده بيكون مربوط في سلسلة ومتثبتة في صخرة قريبة من الشاطئ. فبتحاول ساشا إن هي توصل للصخرة علشان تفك السلسلة، ولكنها بتتفاجئ إن بن بيوصل للمكان وبيشد السلسلة علشان يطلعها من المية ويمسكها. فبتستجمع ساشا قوتها وبتعوم في المية لحد ما بتوصل لشنطتها، وبتطلع منها رذاذ الفلفل وبترشه على وش بن بسرعة. فبيتألم بن لما السائل بيدخل جوه عينيه، وده بيدي فرصة لساشا إن هي تروح للصخرة وتحاول تفك السلسلة منها. ولكن بن بينزل في المية وبيغسل وشه بسرعة، وبعدها بيسحب ساشا وبيوقعها على الأرض. فبتمسك ساشا رذاذ الفلفل علشان تدافع عن نفسها، ولكن بن بيكون أسرع منها وبيمسك البندقية وبيصوبها عليها، وبيجبرها إن هي ترميله إزازة رذاذ الفلفل. فبتنفذ ساشا كلامه وبترميها ناحيته، فبيمسك بين الإزازة وبيرميها فوق الصخور. وبعدها بيحرر رجل ساشا من الفخ اللي متعلقة فيه، وبكده بتكون ساشا تحت سيطرته بالكامل. وبعدها بيربطها من إيديها تحت شجرة في الغابة، وبيروح هو يجيب شوية فواكه من الأشجار اللي حواليهم. ولما بيرجع لساشا بيشوفها وهي بتحاول تفك نفسها، فبيهديها وبيعرفها إن كل ده من غير فايدة، وبيقرب منها وبيخليها تاكل من الفاكهة اللي هو جايبها معاه. وهنا ساشا بتوصفه بإن هو مريض ومحتاج لدكتور نفسي، فبيتضايق بن من كلامها وبيشد الحبل علشان يسبب لها ألم في إيديها، وبيقول لها إن هو عاوز يختبر قدرتها على التحمل. ساعتها بتبصله ساشا بنظرات كلها تحدي، ورغم إن الألم بيكون شديد جدا إلا إن ساشا بتفضل ساكتة ومستحملة. وبالليل الدنيا بتمطر عليهم، وبيكون بن قاعد جوه الكوخ وبيراقب ساشا، وبيقول لها إن اللي بيحصل بينهم ده مش مجرد لعبة، وإن دي طقوس معينة هو بيعملها ومآمن بيها. وبيعرفها إن الطقوس دي بتربطهم بالواقع، وبيفضل يحكي لها عن القبائل اللي بتعيش في الغابات اللي زي دي. وبيقول لها إن عندهم طقوس غريبة جدا محدش يتخيلها، لدرجة إن هم بيبردوا أسنانهم كلها بالصخور، وده علشان أسنانهم تكون حادة ومدببة زي أسنان الحيوانات المفترسة. وبيقول لها كمان إن الطقوس اللي هو بيعملها بتعتمد في الأساس على الألم، وده لأن الألم هو أكتر شعور بيقربهم من العالم الآخر.
وطبعا ساشا بتفضل ساكتة وما بتردش عليه، لان هي اصلا مش فاهمة اي كلمة من الكلام اللي هو بيقوله، ده غير ان هي بتكون عمالة تفكر في طريقة علشان تخلص بيها منه. وتاني يوم بين بيربطها على القارب وبياخدها في رحلة جوه النهر، وهنا ساشا بتسأله هم رايحين على فين، فبيقول لها ان هي هتعرف كل حاجة بس بعدين. وساعتها ساشا بتلاحظ ان في خطاف حديد تحت رجليها، فبتجاري بين وبتساريه في الكلام، وفي نفس الوقت بتحاول ان هي توصل للخطاف ده، ولكن بين بياخد باله وبيزقها وبيوقعها في المية. وبعدها بيربط الحبل اللي في ايديها بالقارب وبيسحبها وراه في النهر. وبيكون بين مبسوط اثناء ما ساشا بتتعذب وسط المية. وبتفضل ساشا على الحال ده لحد ما بيوصلوا لمكان هادي وسط الجبال، وبعدها بيربطها بين وبيربط نفسه بالحبال وبينزلوا من فوق جبل عالي، وبيمشوا جوه ممر صغير وسط الجبل ده لحد ما بيوصلوا لكهف معين. وهنا ساشا بتترعب من المنظر اللي بتشوفه قدامها، وده لان هي بتشوف جثث الناس المفقودين جوه الغابة متعلقين على حبال بطريقة بشعة. وبتفهم ساشا وقتها ان بين هو اللي بيخطف الناس وبيموتهم. وبعدها بيقعد بين قدامها وبيسألها لو هي شايفة ان هو فعلا مريض ومحتاج يتعالج، فبتستخدم هنا ساشا ذكائها وبتحاول تأثر عليه، وبتقوله ان هي متأكدة ان هو انسان كويس من جواه، والظاهر كده ان في ناس اذوه وعملوا فيه حاجات وحشة. فبيتأثر بين بكلامها، وفجأة بيقلع طقم الاسنان اللي هو لابسه وبيكشف لها عن اسنانه المدببة بشكل مرعب، وبيمسك ايديها وبيحطها جوه بقه علشان تحسس على اسنانه. فبتترعب ساشا وبتكون فاكرة ان هو هياكل ايديها، ولكنه بيطلع ايديها من جوه بقه وبيختفي بسرعة من قدامها. وفجأة بيرجع لها وبيشدها من ايديها جوه الكهف، وبيربطها بحبل وبيعلقها من ايديها وبيرفعها لفوق. وبعدها بيولع نار حواليها وبيقعد وسط النار دي وهو عمال يقلب في محلول معين. وساعتها بيقول لها ان المحلول ده من اختراعه هو شخصيا، وبيعرفها ان المحلول ده بيحافظ على الجثة لأطول وقت وبيحميها من التعفن. ولكن ساشا بتتجاهل كلامه وبتسأله عن الصورة القديمة اللي هو محتفظ بيها جوه الكهف، وبتسأله لو الست اللي في الصورة دي تبقى أمه، وده لأن هي فيها شبه كبير منه. فبيقرب منها بن وبيقول لها إن دي أمه فعلا، وبيبدأ يتكلم زي الأطفال وبيقول لها إن هو مفتقد أمه جدا. وفجأة بيحضن ساشا وبيفضل يعيط، فبتعضه ساشا في ودنه وبيقعوا الاتنين سوا على الأرض. وبعدها ساشا بتجري بسرعة وبتنط في النهر، فبينط بين وراها وبيمسك الحبل اللي مربوطة بيه وبيشدها، ولكن ساشا بتنط من فوق الشلال وبتشده معاها. ووقتها المية بتسحبهم هما الاتنين لحد ما بيقعوا من فوق الشلال، وبيتخبط بين في صخرة تحت المية وبيغمى عليه. فبتستغل ساشا الفرصة وبتروح تجيب صخرة كبيرة وبتضربه بيها على دماغه. وبعدها بتخرج من المية وبتحاول ان هي تقطع الحبل اللي رابطها، ولكنها بتكتشف ان بين لسه عايش وبيسترد وعيه. فبتجري عليه بسرعة وبتحاول ان هي تغرقه في المية، ولكن بين بيكون اقوى منها وبيزقها بعيد عنه، وبيجري عليها وبيخنقها بقوة شديدة لدرجة ان هي بتكون خلاص هتموت في ايده، لولا ان هو بيتراجع في اخر لحظة وبيحاول يهديها. فبتضربه ساشا ضربة قوية وبتهرب منه، وبعدها بتمسك صخرة وبتضربه بيها في رجله، فبيتألم بين وبيضربها في وشها. وبعدها بين بيقطع بنطلونه بالسكينة اللي معاه، وبيتصدم لما بيكتشف ان ساشا كسرت له رجله، فبيترمي على الارض وبيفضل يصرخ من شدة الألم. وبعدها الاتنين بيفضلوا على الوضع ده لحد ما الليل بيدخل عليهم، ووقتها بيكون بين نايم على الارض وماسك السكينة في ايده، وبيبان عليه ان هو خايف ان ساشا تهاجمه. ولكن ساشا بتكون هادية جدا وبتقوله ان الناس اللي بييجوا للمكان ده بييجوا علشان يستمتعوا بوقتهم، وده على امل ان هم يلاقوا الهدوء والعزلة اللي هم محتاجينها. وبتقوله ان هي واحدة من الناس دول، وبتعرفه ان احساسها بالذنب ناحية جوزها لسه بيطاردها، وده لان هي شايفة انها كانت السبب في موته. وبتعرفه ان اصعب لحظة في حياتها لما اضطرت ان هي تسيب الحبل اللي كان رابط جوزها، لان وقتها كان عليها ان هي تختار ما بين حياتها او حياته. وتاني يوم ساشا بتاخد بالها ان جرح بن بدأ يعفن، فبتسأله عن الطريقة اللي ممكن يخرجوا بيها من الغابة، فبيعرفها انه قدامهم 12 يوم ماشي على رجليهم علشان يخرجوا. فبتقوله ان هو هيموت في المكان ده ومش هيخرج منه، وبتقوله ان الافضل ليهم ان هم يتسلقوا الجبل اللي قدامهم، وبتعرفه ان هي هتساعده علشان يتسلق معاها. وبتعرفه كمان ان هي هتربطه كويس علشان تضمن سلامته، وبعدها بتمدله ايديها علشان يحررها، وبتقوله ان دي الطريقة الوحيدة علشان ينقذ نفسه من الموت. وفي اللحظة دي بين بيبص على
على رجله المصابة، وبيظهر ان هو متوتر ومش عارف يتصرف ازاي، وفي الاخر بيوافق ان هو يحررها. ولكن لما يوصلوا عند الجبل فبتسمع ساشا كلامه وبيتحركوا سوا في طريقهم. ولما بيوصلوا عند الجبل بين بيغير كلامه وبيقول لها ان هو هيفك ايديها بس، وبيعرفها ان هو هيفك الحبل كله لما يوصلوا لقمة الجبل. وطبعا ساشا ما بيكونش قدامها حل غير ان هي توافق على كلامه، وبعدها بيبدأوا يتسلقوا الجبل سوا. وبعد شوية وقت بيقفوا شوية علشان يستريحوا، وبيحاول وقتها بين ان هو يتكلم مع ساشا ويلطف الجو معاها، ولكن ساشا بتفضل ساكتة وما بتردش عليه. وبعدها بتربط الحبل وبتكمل في اللي هي بتعمله. وفي اللحظة دي بتكون ساشا وصلت عند حافة في وسط الجبل، وبتلاحظ ان في فرع شجرة موجود جنبها وبتختبر قوته برجليها. وساعتها بتكتشف ان الفرع ده ضعيف ومش هيستحمل وزن بن، فبتربط الحبل اللي ماسك بن في فرع الشجرة. وبعدها بتنده على بن وبتطلب منه يطلع وراها، ولكن بن بيكتشف الخدعة وبيسحب ساشا من حزام الأمان علشان يوقعها. ولحسن حظها إن الحزام بيتفك من على وسطها وبتتحرر من الحبل تماما. وفي اللحظة دي بن بيترعب لما بيكتشف إن حياته كلها متعلقة بفرع الشجرة الضعيف ده. ولكن ساشا بتريحه من كل الأفكار دي وبتفك الحبل من فرع الشجرة وبتتفرج عليه وهو بيقع من فوق الجبل لحد ما بيخبط في حافة الجبل وبيموت في ساعتها. وهنا ساشا بتهدى وبتطمن بعد ما خلصت من بن، وبتستعد علشان تتسلق الجبل وتوصل للقمة. والمرة دي هي عارفة ان مفيش اي وسائل امان علشان تحميها، وده معناه ان الغلطة الوحيدة هتكلفها حياتها. ولكن ساشا بتركز وبتاخد بالها من كل خطوة وبتحسس على الصخور كويس جدا، وده علشان تختبر قوتها قبل ما تمسك فيها. ومع ذلك صخرة منهم بتنهار تحت ايديها وبتفقد ساشا توازنها وبتكون خلاص هتقع من فوق الجبل، لولا ان هي بتلحق نفسها في اخر لحظة. وبعدها بتبدأ في ان هي تتسلق الجبل من تاني لحد ما اخيرا بتوصل للقمة. ووقتها بتنام على الارض وبتكون فرحانة باللي هي عملته. وبعدها بتفتكر جوزها تومي وبتتمنى انه يكون معاها في اللحظة دي ويشوفها بعد ما قدرت توصل لقمة الجبل لوحدها. ولكن ساشا بتسيطر بسرعة على مشاعرها وبتقوم من مكانها وبتمشي وسط الغابة لحد ما الليل بيدخل عليها. وفجأة وهي ماشية بتظهر عربية من وراها، وبتنزل من العربية دي بنت صغيرة علشان تطمن عليها. ولما بتشوف حالتها بتاخدها في العربية معاها. وتاني يوم بتروح ساشا على مكتب الرحلات، وأول ما بتدخل المكتب بتقف قدام صور الناس المفقودين وبتبص لهم بنظرات كلها حزن. وهنا بيجي الموظف وبيسألها لو محتاجة مساعدة، فبتظهر الدموع في عيون ساشا وبتقوله إن هي عارفة مكان الناس دول. وبعدها بنشوف فرق الإنقاذ وهم بياخدوا الجثث من جوه الكهف اللي في الغابة. ووقتها ساشا بتكون سايقة عربيتها وسط الصحراء وبتسمع الأخبار، وبيتذاع في الأخبار إن فرق الإنقاذ لقوا أكتر من 20 جثة، والفضل كله يرجع لواحدة ست قدرت تهرب من الغابة وبلغت عن مكانهم. وبيقولوا كمان إن الست دي قدرت تتخلص من المجرم المسؤول عن موت الناس دول. وبعدها ساشا بتروح تقعد قدام البحر وبتفتكر ذكرياتها مع جوزها اللي مات. ولحد هنا وبيخلص الفيلم. الفيديو ده كتبته ومنتجته صوفي، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس علشان تشوفوا فيديوهاتنا الجديدة، وتابعونا على فيسبوك وتيك توك وانستجرام. واشوفكم الفيديو اللي جاي، واحلى سلام.